يا اهلا بيكم. في الفيديو دوت هنبدا ان احنا نتكلم على الدروينج ليست. الدروينج ليست فكرتها ببساطه جدا هي الجايد بتاع البروجكت بتاعك. لما بتيجي تبدا اي بروجكت في الدنيا بيبقى عندك مجموعه من اللوحات المفروض ان انت هتسلمها، ودي اللي انت بتتفق عليها مع الكلاينت بتاعك ان انت هتسلمه اللوحات ديت علشان تبدا ان انت تاخد فلوسك. اكشولي اللوحات ديت انت مهم قوي ان انت تعمل جايد للبروجكت بتاعك. انت المفروض انك بتسلم الكلاينت بتاعك حاجه اسمها ديزاين باكج. فالباكج دي بتحتوي على مجموعه من اللوحات ومجموعه من ال 3 ديز ومجموعه من البلانات والسكاشن والاليفيشنز والديتيلز. فكل الحاجات ديت انت محتاج انها تبقى متنظمه، بحيث ان انا لما بحطها وابقى بمسك لوحه معينه عن طريق الكود بتاعها ابقى عارف دي لوحه ايه، وهي من الكود اللي موجود عندي اعرف هو ايه التفاصيل بتاعتها. فانا جايب لكم اكزامبل كده سريع على الدروينج ليست. دي كده لوحه من اللوحات بتاعتنا. دي اول لوحه بتكون موجوده اللي هي اللي بتبقى موجود فيها التيبلز واللاي اوت، وده اللي هو الشيتس نفسها واسمائها والكود بتاعها. فمثلا لو جينا بصينا على ده هتلاقي حرف الاي بيعبر عن ان دي اركتكتشر. لو انا بتكلم على انتيريور ديزاين فهتلاقيها اي دي، لو انا بتكلم على ستراكشر هتلاقيها اس. فده كده اول حرف بيعبر عن دي لوحه ايه، انهي تخصص. تمام. الحرف اللي بعد او الرقم اللي بعده اول رقم موجود عندي هنا هتلاقي ان هو بيعبر عن نوع اللوحه. فهتلاقي ان دول مثلا الاولانيين دول البلانات الاساسيه، وبعدين اللي هي 100 101 102 103 ده كل دور من الادوار والبلان الاساسي بتاعه. وبعد كده هلاقي بعد كده اتقلبت مره واحده بقت 111. 111 معناها ان انا قلبت للفرنيتشر، فاللوحه دي دلوقتي بتاعت فرنيتشر. فهتلاقي 111 112 113 يبقى الرقم الثاني بيعبر عن نوع اللوحه ايه هي موجود عندي. وبعدين الرقم اللي بعده هتلاقي بعد الفرنيتشر هتلاقي فلور باترن، فالفلور باترن بقى 121. اللي بعديها بقت 131 دي اللي هي السيلينج بلان. فكده كل نوع من انواع اللوح بيبقى الرقم الثاني هو اللي بيعبر عن اللوحه دي بتاعت ايه. طيب ايه تاني؟ هتلاقي بعد كده مره واحده اتحولت من 145 هنا هتلاقي بقى في 201. 200 ده احنا قلبنا من فلور بلان من البلانات لان احنا بنعبر عن الاليفيشن. فعندي ده الاليفيشن الاولانيه، الاليفيشن الثانيه، الاليفيشن الثالثه. طب بعد ال 200 هتلاقي في 300 ده اللي هو السكشن الاولاني والسكشن الثاني اللي احنا واخدينهم في البروجكت. بعد كده 400 ده الدور تايبس. بعد كده 600 دول الفاير استراتيجيز او الويندوز، وهكذا. هتلاقي في كل نوع من الانواع بيبدا ان هو يعبر عن لوحه معينه او حاجه معينه. كمان لو انا عندي في البروجكت كذا زون فممكن ان انا اسميهم AA او AB او AC على حسب التفاصيل بتاعه البروجكت بتاعي. خدوا بالكم دي بيبقى متفق عليها من البدايه، والتسميات ديت كل الناس في البروجكت بتبقى عارفاها، بحيث ان انا في اي وقت فاتح اي لوحه في البروجكت ببدا ان انا اشوف هو اللوحه ديت مكتوب عليها ايه وايه الانديكيشن اللي موجود فيها، وريليتد للانديكيشن دوت بنبدا ان احنا نحدد اوكي دي اللوحه اللي احنا هنبدا ان احنا نشتغل عليها الاول، او دي اللوحه اللي احنا شغالين عليها صح او مش اللوحه الصح. ده هتلاقوه دايما بيبقى موجود في الخرطوشه اللي موجوده بتاعه البروجكت. فلو انت برضو ما شفتش الفيديو بتاع الخرطوشه كنت نزلت فيديو تاني كده بيتكلم على الجزء الاخير ازاي اصلا تعمل الخرطوشه ديت بالتفاصيل اللي موجوده فيها. اي هوب يكون الفيديو دوت مفيد بالنسبه لكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل هنا على اليوتيوب وتفعل الجرس، ولو انت بتشوفني على فيسبوك اعمل فولو للبيج على فيسبوك علشان يوصلك كل الفيديوز الجديده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، ولو عندك اي اسئله للانتيريور ديزاين سيبها في الكومنتس وانا هجاوبك عليها في فيديوز جايه. بالتوفيق.